مسا ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. رجعت لكم تاني في فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده، النهارده هيبقى يومي كله في المطبخ. بالظبط بقالي يومين ما دخلتش المطبخ ده خالص. ادخل اعمل الاكل واطلع على وضعه، سندوتشات الولاد واطلع على وضعه. حتى ازاز الميه بصوا قد ايه عايزه اتغسل، بصوا المواعين قد ايه. كنت باخد على حسب احتياجي بس، لان انا كنت بصور معاكم في اوضه ولا حاجه، وكنت بنزل دكاتره وحاجات كده. تمام، فخلى الدنيا بقت ايه فوق بعضها قدامي كده. فانا هسمي الله بقى دلوقتي كده، وقلت اتشجع بيكم وابدا ان انا الم كل الكلام ده كده كله. استعذت بالله وابتديت ان انا بصوا الصينيه دي زي ما وريتكم اللي هي بتاعه المشروبات. بوريلكم الجزر كنت سلقته وضربته كده في الخلاط لليان، باكله لها. الدكتور سمح لها خلاص عشان 5 شهور. وكمان اللي وريته لكم ده ورق جوافه، كانت حماتي عطسهوني فحطيته كده برضو مع المشروبات. ولميت كل حاجه حواليا، مش هغسل الرخامه دلوقتي لما اخلص خالص، يعني انا لميت بس، فاهمين قصدي. بعدت الازايز عني، والازايز انا بحط فيها ميه وشويه صابون وبسيبهم مرقداهم كده شويه لحد ما بخلص مواعيني خالص، وبعدين بغسلهم بقى من جوه من بره غسله نظيفه. فقلت بقى ان انا ايه اسمي الله واخلص بقى الجبل اللي عليا ده كده كله. طول ما انتي شغاله استغفري واقراي قران كلام من. ساعات واحنا شغالين الشيطان بيفضل ايه يوسوس لنا حاجات تزعلنا. نفكر في حاجات، مثلا موقف عدى عليكي، ايه ده وانا ليه ما ردتش كده، وانا ليه ما عملتش كده. فارجع افوق نفسي واقول استغفر الله العظيم، ايه اللي انا بقوله ده؟ اللي هو فاهمين. الاستغفار احسن، ان انتي تذكري ربنا احسن من ده كله. على الاقل بتاخدي ثواب احسن ما تاخدي ذنب. بس بقى اخدت كل الكلام ده كده في ايديا. قلت اتشجع بيكم، علشان انا لو فاصله الكاميرا بعمل حاجات كتيره من ورا الكاميرا وكل حاجه، بس مش زي ما يكون في حد بيشجعك. المخلل ده مامتي كانت عاملاه. احنا بيتنا كله، لا انا ولا زوجي ولا الاولاد لينا في الحاجه الحاميه الحراقه وكده. فهي ماما يا عيني لما عملت مجموعه مخللات، ربنا يديها الصحه يا رب، فلقيت ان البرطمان ده كله الفلفل اللي هي عاملاه بارد مش حامي. قالت لي لا نصيبكم بقى خدي، راحت طلعهولي. فانا عبيته كده. بصوا اللانش بوكسات عندي لما خلاص كل حاجه واحده ليها سنه واحده بس، علبه ليها سنه واحده بس. مش بشيلها واقول لا انا عندي بتاعت السنه اللي فاتت، لان انا مش جايباها من تبروير ولا من جايباها من حاجه مثلا مضمونه، لا انا العادي جايبه العادي. تمام. فبستخدمهم بقى، اللي احط فيه حاجات علافه واللي احط فيه حاجات في التلاجة كلام من حاجه عايزه اشيلها في الفريزر مثلا. فحطيت بقى ده كده المخلل فيه وشلتها. ابتديت بقى ان انا البطاطا دي كانت بيعدي الراجل بيقولك ال4 كيلو ب10 جنيه. فكنت قايله لحماتي يعني تجيب لي وكده. حماية جابهم لي امبارح بالليل، فقلت اغسلهم واعملهم بالمره. كنت جايبه خضار كمان، فلفل وجرجير بس، لان انا النهارده هعمل كبده. وساعه ما جبت الولاد من الابونين انا متبله الكبده من الصبح ولفاها بالاسترتش وحطها في التلاجة. ومقطعه بطاطس زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده اهو، عشان هحمرها. يعني انا مش ناويه ان انا اعمل وجبه كبيره النهارده، بحيث ان انا عارفه ان انا اعمل ايه في المطبخ. وكمان ان انت ما بتعملي المطبخ مش بتعملي المطبخ بس، طبعا حضرتك شايفه اللي على ايدي بشتغل بايد واحده. فانا لما بعمل المطبخ لا، انت بتروقي السراير، بتذاكري مع الولاد، بتكتبي واجب، بتقعدي تريحي شويه، جالك تليفون، جالك حد، كلام من ده. فاللي هو قلت لا انا هعمل اكله سريعه وخلاص. مش هعمل مطبخ من الاعماق والادلبه وكده، لان كله نضيف والتلاجة وكله نضيف من جوه. بس المنظر العام زي ما انتوا كنتوا شايفينه كده اهوت. وعايزه اكنس الارض ما شلتهاش بقالها كام يوم برضو، فكله هعمله معاكم باذن الله. بصوا البطاطايه كبيره قوي، حطيت ليان كده على المشاشه، مش هينفع اقطع وانا شايلاها علشان تستوي معايا بسرعه، فبقطعها كده. وبرضو كنت براجع مع زياد ومع لوجين يلعبوا شويه وواجب شويه ومذاكره شويه وكلام من ده. حطيت بقى البطاطا بتاعتي في البوتاجاز. بصوا تحت الموكيت لما بشيلها كل مره اقول لكم تحسي ان رمله البحر هي اللي قاعده عندي في البيت. الموكيته دي والموكيته بتاعت اوضه الاولاد عندي بيعملوا كده. دايما دايما الموكيت بينزل ترابه تحت منه. خلصت المطبخ خالص اهو، بقى نضيفه زي الفل على الاقل عشان عيني ترتاح.
مطلعه حله الزيت عشان هبدا بقى ان انا احضر الغدا معاكم. انا حمرت البطاطس نص تحميره هناك اهي قدامكم، ومرقده غسيل في الغساله، بس هغسله بكره بقى مش النهارده. بصوا كميه المواعين اللي غسلتها قد ايه، كبيره جدا. والبطاطا جوه كل شويه اقلب فيها. عايزه اعملها لهم بطاطا بالبشاميل، بس النهارده بس عشان خلاص الوقت بقى بالليل يا دوبك هنتعشى. فكمان كده كده بابا سهران، فقلت خلاص هعملها لهم النهارده كده، وبكره بقى هرسها بقى واعملها بالبشاميل وكده، صينيه في البشاميل. ابتديت بقى ان انا اجهز الغدا بتاعي. حطيت البطاطس نزلتها تاني في الطاسه، وهنا الكبده بتاعتي متبلاها بايه، الكبده الاسكندراني متقطعه صغير خالص. انا كل الحكايه ان انا دقلها تومه وحطها بملح وكمون، مش اكتر من كده. انت بقى لو بتحبي الحاجات الحاميه هتحطي لها بقى هريسه شطه وشطه وكلام من ده. والفلفل طبعا الكبده الاسكندرانيه بتحب الفلفل الكتير، بس احنا عشان زي ما قلت لكم ملناش في الحاجه الحاميه او الحاجه الحراقه على حسب ما بتقولوا. فانا بجيب فلفل كوب كده علشان الولاد. ساعات بجيب فلفل من العادي البلدي بس بلاقيه حامي برضه، فبختصر وبجيب الكوب لان ده مضمون ان هو مش حامي. بس كده غرفت الاكل بتاعي. قبل ما تدفي على الكبده بشويه بحاجات بسيطه بتعصري ليمونه بتاعتك. وكده جت وجبه غدانا بسيطه خالص وهاديه النهارده وجميله، شعبيه شعبيه يعني، مفيهاش اي افتكاسه. المهم ان انا وصلت لاخر الفيديو معاكم، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب، ولا اله الا الله محمد رسول الله.